في يناير 2025 اتحكم على الدكتور أيمن بالإعدام لأنه صور فيديوهات مخلة لأكتر من 90 مريضة جات له العيادة بعد تخديرهم. مريم بنت في ثانوية عامة ومن عيلة بسيطة جدا. لما خلصت الثانوية مجموعها ما جابش إنها تدخل كلية، فاضطرت تدخل معهد خاص. المشكلة إن المعهد ده مصاريفه كانت غالية عليهم جدا، فاضطرت مريم إنها تأجل سنة لحد ما تشتغل وتحوش المصاريف. الفرصة جت لما عرف من حارتهم إن في دكتور اسمه أيمن عايز مساعدة. مريم فرحت جدا لأنها كانت بتدور على شغل من زمان، لكن الفرحة ما كملتش لأنها اكتشفت إن المواعيد مسائية وأهلها مش هيرضوا مواعيد ليل. جارتها جيهان كلمت الدكتور وقالت له إن عندها بنت بس مش هتنفع معاها مواعيد بالليل. الدكتور كلم مريم واتفق معاها إنها تيجي الصبح والبنت التانية تيجي بالليل علشان تقدر تنزل الشغل. مريم بدأت شغلها الصبح، وفي أول يومين أبهرت الدكتور لأنها ذكية وبتتعلم بسرعة. لكن بعد 5 أيام طلبت أجازة أسبوعية لأنها بتتعالج من الثعلبة وليها جلسات. الدكتور قال لها سيبك من الجلسات وأنا هتابع حالتك. طلب لها تحاليل وبعت عينات لصاحبه دكتور جلدية في إنجلترا، وخلى الدواء يتبعت من بره، وكان هو يتابع رحلة علاجها بنفسه. مريم حست إن الدكتور مهتم بيها وده كان مفرحها. وبعد وقت فاجأته إنها مخطوبة لواحد اسمه عبد المنعم وهيتجوزها قريب. من اللحظة دي معاملته ليها اتغيرت، بدأ يشككها في خطيبها ويقول إنه مش كويس. مريم كانت مقتنعة بعريسها وكانت مبسوطة، لكن فجأة الصحة النفسية بتاعتها اتدهورت وبقت دايما تعبانة ومرهقة. الدكتور طلب تحاليل ولما استلمها لقى المفاجأة: مريم حامل. راح العيادة وواجهه وزعق عليها وخد موبايلها بالعافية واتهمها بسلوك مش كويس. مريم انهارت وطلبت منه يساعدها. لقيته طلع لها إيصال أمانة ب50,000 جنيه وقال لها لو مضيتيه هساعدك. مريم كانت خايفة فمضت الإيصال. اتصلت بعبد المنعم وحكت له وهو طمنها وإنه هيتجوزها عرفي في مكتب محامي. طلب منها ما تسيبش الشغل لحد ما يشوف موضوع الإيصال. رجعت الشغل لكن الدكتور تعامل معاها بغرابة وحاول يتحرش بيها. خافت وكلمت جارتها تحكي لها. الجارة كلمته وطلبت منه يسيبها، لكنه رد إن مريم حامل وإنه هيفضحها ويكلم أهلها. وكلم والد مريم وقال له إن بنته حامل وإنه هيعمل محضر سلوك مش كويس. أهل مريم اتصدموا واتصلوا بخطيبها، لكنه أكد إنه هيتجوزها بسرعة علشان الحمل. راحوا القسم وعملوا محضر عدم تعرض للدكتور أيمن. مريم فكرت إنه كده اتخلصت من الكابوس، لكن بعد شوية جالها مكالمة من مريضة للدكتور أيمن قالت لها إنها تعرضت لاعتداء أثناء تنظيف الرحم، وإنه صورها ومضاها على إيصال أمانة علشان يسكتها، وإنها ناوية تقدم بلاغ ومحتاجة دعم. مريم كانت خايفة في الأول، لكن لما عرفت إن في على الدكتور بلاغ اتخذت قرار تدعمه. راحت مع البنت للنيابة وحكوا كل حاجة. النيابة فتشت العيادة ولقت مصايب: هارد ديسك مليان فيديوهات له مع سيدات في العيادة، معظمهم مخدرين وغير واعيين. إيصالات أمانة لأعداد من السيدات. مسدس صوتي وخزنتين وطلقات. موبايلات فيها صور ومواد مخلة ومحرضة. لما واجهوه في النيابة اعترف بكل شيء. قال إنه اتجوز مرتين وانفصل بسبب علاقاته النسائية. أكد في التحقيق إنه كان بيدي للسيدات مخدر فما يحسوش، وفي اللحظة دي يصورهم ولما يفوقوا يوريهم الفيديوهات ويخليهم يمضوا إيصالات أمانة علشان بعد كده يقدر يبتزهم ويطلب منهم أي حاجة وينفذوها. المفاجأة إن ضده كان بلاغ سابق سنة 2013 واتحبس 3 شهور، لكنه أقنع زوجته وقتها إنه بلاغ كاذب والبنت بتتبلى عليه. لكن القضية دي كانت أكبر بكتير والأدلة كانت ساحقة. المحاكمة انتهت وحكم على الدكتور أيمن بالإعدام في يناير 2025.